عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما وفي علاقة مع الموضوع ديال هذاك الشيء اللي وقع بين تشواميني وفالفيردي. اخر الاخبار كتقول بان ريال مدريد فتح تحقيق في الموضوع باش يشوفوا الحيثيات شنو وقع بين اللاعبين. اخر الاخبار حسب جريدة ماركا يعني كان تشواميني وصل هذا الصباح بغى يسلم على فالفيردي ما بغاش يسلم عليه، ومن تما بدات بيناتهم هذيك المشاحنات الا وصلت انهم يعني دابزوا بيناتهم. تشواميني ضربوه جرحوه صيفطوا راه كما قلت لكم في الفيديو السابق، يعني خيطوا ليه. دابا كما قلت لكم ريال مدريد فتح تحقيقات في الموضوع. اربيل هو ما غاديش يبقى الموسم القادم، هذا يعني خبر مؤكد بان المدرب ديال ريال مدريد ما غيكونش هو اربيل هو الموسم القادم. دابا المشكل غيلقاه المدرب اللي غادي يجي. كلوب راه ما بغاش يجي ريال مدريد، لان كلوب دابا في واحد بحال بغيتو تقولوا اعتزل التدريب حاليا، وراهم تيحذروا فيه. بقاو تيخرجت اخبار بانه باش يجي يدرب ريال مدريد. امتى كان ريال مدريد يعني كيطلب من شي مدرب باش هو يجي؟ راه كانوا هادو المدربين هما كيحطوا السيفيات ديالهم وكيتسناو الرد ديال ريال مدريد باش تعرفوا لان دابا باش المدرب اللي غيجي ريال مدريد غيلقى صعوبات كبيره، غيلقى مشاكل كثيره باش يرجع هذاك الانضباط للفريق، لان بانت بان ما كاينش انضباط في الفريق. اللاعبين كيديروا داكشي اللي بغاو. راكم شفتوا فينيسيوس فاش كيبغيو يبدلوه، فاش كان تشافي الونسو كيبغي يبدلوه خارج غضبان كيخرج كيسب. على خلاف شفتوا البارح لويس انريكي مع ديمبيلي راه هو اخر لاعب فاز بالكره الذهبيه، وصلت الدقيقه 60. لويس انريكي ما بقاش عاجبو ديمبيلي داكشي اللي كيدير، شافو بدا كيعيا. المهم ما بقاش منضبط الخطه التكتيكيه اللي بغا لويس انريكي هو يبدلو في الدقيقه 60. راه باش تبدل النجم ديالك في الدقيقه 60 قليل في الكطره هذه. في ريال مدريد ما تقدرش دير هذاك الشيء، راه ما تقدرش تبدل مبابي، ما تقدرش تبدل فينيسيوس. راكم شفتوا تغييرات باينه دائما. خرج ابراهيم، يعني اللاعبين اللي هما كيعتبروهم من الدرجه الثانيه، اما دوك النجوم ديالهم مبابي فينيسيوس ما تقدرش تقيسهم. ويعني ملي كيكون فريق بحال هكا كيكون فيه لاعبين اللي كيحسوا براسهم انهم هما اكبر من الفريق، صعيب. هذا لا خيستيون ديالهم صعيبه بزاف. يعني خص يجي شي مدرب اللي تكون عنده شخصيه قويه وتعطاه صلاحيات كبيره، لان هذا الشيء صراحه كيضرب الصوره ديال ريال مدريد كفريق كبير، يعني من الفرق الكبيره في اسبانيا وعلى الصعيد العالمي. ننتظروا نشوفوا فين غيوصل هذا الشيء. اكيد انه فالفيردي هو العميد ديال الفريق. انا غالبا كنشوف راكم عارفين غادي تمشي الدق غيمشي جهه تشواميني. يعني مدريد خصو تغييرات كبيره حتى من ناحيه اللاعبين. خص يجيو لاعبين اخرين، يجي مدرب كما نعاود نكرر، مدرب تكون عنده شخصيه قويه وتعطاه الصلاحيات باش يرجع الانضباط للفريق، لان الطريق اللي غادي فيها الفريق صراحه دابا راه عامين بدون اي لقب. مبابي جا ريال مدريد دابا عامين ما ربح حتى لقب، مشى من باريس سان جيرمان عامين وهو دابا ماشي في باريس سان جيرمان ربح العام الاول تشامبيونز ليغ، هذا العام هو في النهائي. يعني باش تعرفوا بان راه المدرب عنده واحد الدور كبير في الفريق. راه يقدروا يكونوا عندك نفس اللاعبين ويكونوا نجوم وما تقدرش تخرج منهم هذاك الشيء اللي بغيتي. يعني هنا الدور كيبان الدور ديال المدرب. دابا ريال مدريد راه بدل 3 المدربين في موسم واحد، يعني قليل فين كانت تتوقع هذه القضيه في ريال مدريد. المهم ما نطولش عليكم، نتسناو اخر الاخبار ونشوفوا هذه السفينه اين سترسو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.